السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. طبعا قبل ما ندخل في اي حاجة، بحب اشكر كل الناس اللي بتتابعني وبتحط لي لايك حلو وكومنت حلو. يا رب. اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم الخير، من قلبي والله. طبعا انا دي اسمها تنظيف على الماشي. يعني انا ما عنديش اي حاجه منظفات للبوتاجاز، ولا عندي اي مسحوق ولا اي حاجه غير كلوريكس الوان. الكلوريكس ده يا جماعه انا بجيبه سايب، يعني انا بجيبه سايب من عند بتاع المنظفات. تمام. بصراحة أنا بستخدمه في الهدوم، وبستخدمه في تنظيف الرخامة، وبستخدمه في تنظيف البوتاجاز، وبستخدمه في حاجات كتير. تركيزه حلو، يعني التركيز بتاع الكلوريكس حلو. يعني طبعا بعد زيادة الأسعار ديت عشان أجيب إزازة الكلوريكس بصراحة بقت معدية. الكيس أبو 10 بقى ب12 جنيه وب13 جنيه. فبصراحة كل حاجة راحت في حتة تانية خالص. طبعا أنا كان البوتاجاز عندي متبهدل، وأنا كنت عايزة أعمل معاكم وصفة، بس بصراحة محبتش ان انا اصور والبوتاجاز شكله كده. فقلت دي تنظيفة على الماشي لحد ما ابقى انزل واجيب ايه، او اقبض، او ابقى اجيب المنظفات بتاعه البيت كله عندي. تمام. انا جبت الكلوريكس وبس، يا دوبك انا غليت الميه في الكاتل وحطيت الكلوريكس كده. حطيت الاول ميه مغليه وبعد كده رشيت الكلوريكس. تكون الميه المغليه دي بتفتت اي حاجات واقعه على البوتاجاز، بتخليها تطرى بسرعه وتطلع معايا بسهوله. والسلكه الخشنه، يعني اهم حاجه في الموضوع ده كله السلكه تكون خشنه. هتسهل معاكي وهتطلع معاكي، مش هتدعكي والله، ولا ايديكي هيجرى فيها اي حاجه، غير ان بس انت هتحطي السلكه وتمشيها بس على البوتاجاز. طبعا انتوا شايفين منظر البوتاجاز بقى عامل ازاي. هي بس الموضوع كله ميه مغليه، شويه كلوركس الوان، اي نوع بقى انت عندك كلوركس الوان سايب، شارياه من المحل، مش مشكله. المهم ان هو ايه، يعني بصراحه بينجز معايا. العيون برضو انا دعكتها كده تحت ميه السخان، يعني مش الدعكه اللي هي انا قلت المره دي انا مش هدعك. انا مش عامله الفيديو مخصص لتنظيف البوتاجاز ولا الكلام ده. انا عملت حاجه اسمها تنظيف على المشي كده، يعني البوتاجاز يبقى نظيف بحيث ان انا اعرف اعمل وصفتي ايه كويس. طبعا انا خلصت تنظيف البوتاجاز تمام زي ما انتم شايفين كده ونشفته. طبعا العيون عشان تولع على طول بتبقى عايزة يعني وقت شوية، فانا قلت بصراحة هولع بقى عشان ابتدي معاكم الوصفة. طبعا اول حاجة كان عندي لبن في الفريزر. انا بجيب لبن كميات وبحطه في الفريزر. بطلع كيس كيس لما بحتاج، او لما بيكون عندي حاجة عايزة اعملها او الكلام دوت، بطلع كيس سواء للفطار لنا او لاي وصفة انا بعملها في البيت. طبعا انا بنتي اليومين اللي فاتوا دول قرفاني، وقالت لي يا ماما انا عايزه اكل بليله. طب يا بنتي نشتريها، الناس بتعدي وكده من عندنا. قامت قالت لي لا، انا عايزاكي تعمليها لي في البيت. جبت نص كيلو غله من عند العطار، من عند اي حد بتاع بقوليات، ونقعتها ليله كامله في قلب ميه. تمام. لما بنقعها بحس انها بتنفش كده. انا جبتها غسلتها كويس قوي قوي قوي. طبعا كانت كذا غسله كده، كانت تطلع الميه لونها غامق. غسلتها ونقيت الشوائب اللي فيها والحاجات اللي فيها. تمام. وكان فيها طين، فنضفتها كويس. نقيت منها حاجات كتير وطلعتها بقى، حطيتها في ميه، نقعتها ليلة كاملة. نقعاها ليلة كاملة، يعني انا مبيتها من بالليل لحد تاني يوم اخر النهار. تمام. وطبعا حطيت ميه سخنه وحطيتها تغلي كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان الميه تكون مغطيه، لان هو بينفش، يعني البليله او الغله دي هتنفش وهتاخد سمك وتخن كده، وهتفتح الحبوب بتاعتها، هتفتح. كان عندي بقى قلت ايه، انا دي طريقة انا بصراحة يعني
ما بقى شفتش حد عاملها، بس انا قلت اجود من عندي. حطيت عليها معلقه رز، وعشان تدي ايه طعم، وتدي البياض بتاعها اللي هو اللي احنا بنشوفه مع الناس البياعين وكده. وفي نفس الوقت تحس انها تقيلة. طبعا انا غليت اللبن وسبتها لحد ما استوت خالص. انا ما بسيبهاش انها تتهري يا جماعة، انا بخلي الحبة بحبتها، ما احبهاش تبقى مهرية. تتمضغ يعني تتاكل، بس ما تبقاش لا، وهي واخده سواها، بس الحبه بحبتها، ما بسيبهاش لما تتهري. في ناس تانية بتسيبها لحد ما تتهري خالص، لا انا سبتها سواها مظبوط ومعقول. وحطيتها، ما شلتش طبعا الغله، او ما شلتش البليله من الميه اللي هي مسلوقه فيها، لا انا حطيت اللبن على حالتها كده. لان كانت الميه قصرت، يعني الميه بتاعتها كانت قصرت وهي تقلت. حطيت اللبن، كان عندي طبعا لتر لبن، حطيت يعني اقل من اللتر اللبن. حطيت السكر بتاعها، حطيت كيس فانيليا، جبت معلقه نشا، دوبتها في نص كوبايه ميه، وحطيتها على البليله زي ما انتوا شفتوا كده. هتدي معايا تقل حلو. وفي نفس الوقت انا مش عايزاها تبقى زي المهلبيه، هي هتبقى تقيله بس مش هتبقى زي المهلبيه. انتوا فاهمين قصدي؟ هي معلقه النشا اللي انا حطاها مش معلقه كبيره، ده معلقه صغيره، بس انها تدي معايا سمك، يعني مش انها تدي معايا تقل، لا انا مش عايزاها تبقى تقيله بليله بتاع مهلبيه. انا عايزاها تبقى يعني تقلها حلو، لا تبقى خفيفه قوي ولا تبقى تقيله قوي. انا بنتي بتنقي بتشرب اللبن بتاعها من غير ما تاكل البليله. سبحان الله، ما اعرفش ليه. طبعا انا اول حاجه قلت لازم اعملها ان انا اطلع لاختي وانزل لحماتي، فعشان كده غرفت قدامكم 3 اطباق هتشوفوهم دلوقتي. طبعا انا حطيت السكر وحطيت الفانيليا، وحطيت هي عباره عن غله وسكر ولبن وفانيليا، وخلاص على كده. وشويه نشا بساط خالص، حبه تحطيهم حطيهم، مش حابه تحطيهم خلاص. ومعلقه الرز حبه تحطيها برضو، حبه مش حابه مش امر يعني. على الله تكون الوصفه عجبتكم، متنسونيش بلايك حلو. نسيت اقول لكم بقى التزيين اي حاجه، يعني ممكن تحطي جوز الهند، ممكن تحطي مكسرات، ممكن انا حطيت جوز الهند وفرماسيل. ما تنسوش لايك.